يعني ابني اتخطف. ليه مولد مراتي في الشارع؟ اتاخد من الحضانة. ده انا اوديكوا في داهية. يعني ايه اتخطف؟ ده انا انت المستشفى اللي فيها. اتخطف يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اتخطف؟ ابن مين ده اللي اتخطف يا جعفر؟ ابن مين ده اللي اتخطف يا جعفر؟ ابن انا اللي اتخطف. ابن انا اللي اتخطف. قول. ابن انا اللي اتخطف. قول اتخطف. شوف عشان يتخطف مني. رجعوا يا جعفر. رجعوا الواد. يا جعفر الحقني. يا جعفر الحقني، ضربوني وسقطوني. يا جعفر تكلمي جوزك. طيب انا بكلم جوزي اهو. بتقول ايه؟ دول ضربوك وسقطوكي؟ معرفش، نسوان كانوا عاطريني وضربوني وسقطوني. يا جعفر الحقني يا جعفر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. بص انا فاهم كويس قوي اللي انت فيه ومقدره جدا، الله يكون في عونك، بس احنا محتاجين نركز مع بعض شويه عشان نوصل لابنك ان شاء الله. من نعمه ربنا عليك ان المستشفى فيها كاميرا صورت الواد اللي خطف ابنك وهو خارج بيه من الحضانه. احنا ما عرفناش هو مين بالظبط، عشان كده محتاجك تهدى وتركز معايا. هفرجك على فيديو يمكن تقدر تتعرف عليه. الواد بلال شامة عيل من المدابغ وقعدته على طول مع العيال الصيع عندنا في السيدة زينب. عيل هلفوت زي ده يعمل كده ازاي؟ قلبه جابه يخطف ابن جعفر العمدة. مش مهم دلوقتي، تعرف بيته؟ اجيبه من بطن امه. انا مقدر مجهودكم يا باشا. انا كمان بدور بقى 4 شهور. 4 شهور ما شفتش النوم. بدور على اللي خطف ابني. هو ابن انا بيه. ما انت على قدك اهو، الواد مختفي ومحدش عارف عنه اي حاجه. لا ليه لا اهل ولا اصحاب ولا حد عارف عنه حاجه خالص. ربنا اللي عالم، احنا عاملين اللي علينا وزياده. عشان خاطر يا بيت لو قبلي، عشان القضية ما تبقاش قضيتين. لو قابلت قبلكم مش قابل بعده غير واحد بس، عشماوي. ربنا ما يدورك في رأي الضنا بيها.
غصب عنك كم زينب. دستوس. يما المكان اللي انت جايبانا فيه ده. اسكت يا بت، استني. يما ده وقته. يما يلا يلا. تعالي. دستور يا مولاي. بركاتك. خشي يا بت بوسي. ابوس ليه وانا كنت اعرفه؟ خشي. خشي. في ايه يما؟ هم بيشمون لي الكلب ليه واحنا في لجنه؟ الكلب ده جواه جن ازازي بيكشف عن النفوس الضعيفة. اللهم احفظنا. اللهم احفظنا. انتوا بقى جايين فين؟ في عربيه بيتي علي. مش قصدي انا قصدي ايه مسألتك؟ طالبين ايه من سيادنا؟ عاوزين البت نرجس تخلف من جوزها جعفر. والعلة عند مين فيهم؟ لا مفيش حد عنده علة. البت زي الفل وجوزها كان مخلف قبل كده. بس هو اللي مش عايز. اصل جوزها عقبال امالتك متجوز 3 والبت نرجس دي تبقى التالتة. بس هو كان مات له عيلين من مراتاته. الاولاني اتخطف واتقتل والتاني مات وهو في بطن امه سقطوها له. فاحنا بقى مش عايزين عمل عشان البت تحمل، احنا عايزين عمل عشان دماغه تلين ويحن للخلفة تاني. اصل هو محرج عليهم، اللي هتحمل هيطلقها. فلا الله ولا فالك يما. تعالي يا نرجس، تعالي ما تخافيش. تعالي روح يا بت ما تخافيش. تعالي خدي ده، هتيجي على المخدة اللي بينام عليها، هتعملي شق صغير وتحشري فيه العمل ده وتقولي يا مسير العقول والقلوب اهدي للذرية. هتقولي ايه؟ يا مسير العقول. خلاص انت هتحشريه بس انا اللي هقول. احسن برضه. حاضر. ودي نرجس تيجي. هرتيني يما هرتيني. وادي كرة خطيرة وانفراد. يا اخي دخلها يا اخي. ممكن ضيعتي ايه يا ماكي؟ يا راجل انفراد صريح. تيجي تشوطها تقول لك لا، تيجي تجيبها تقول لك ولا عارفين يلعبوا ولا ينيلوا. تعب نفسك ليه يا حاجه وصيفه؟ امال فين البت الشغاله الجديده؟ شكلها كده طفشت يا رخرة. طفشت؟ لو انا بطفش الشغالين؟ انا قلت بتطفشي شغالين؟ اهو لو قلت كده، مين دي اللي بتطفش شغالين يا تاج السيده زينه؟ يا صاحبه المقام العالي يا ست الكل، ده احنا عايشين بحسك في المنطقه دي وايمانات الله. دول هم اللي بيطفشوا عشان اغبياء وبولده ومش قادرين يتعاملوا معاك على قد عظمه مخك يا ست ام جعفر. فاكرينك انسان عادي. والله مشكلة نص خلقه ان هم بيتعاملوا مع صفصف على انها انسان عادي. بس انت برضه يا ست الكل عليكي شويه طلعات كده ممكن تزعل اللي قدامك منك. انت كنت ماشي كويس. ايه اللي خلاك تحود يا موكوس؟ ده انا كنت همد ايدي في جيبي دلوقتي تطلع من اولك 200 جنيه، دلوقتي همد ايدي على رجلي تطلع من اولك شبشبين على دماغك. يا ارخص شغالينا، يا عرة موظفينا، انت هتفهمني ولا ايه يا ولد؟ العفو يا ست الكل، انا بس العشا مكلني. اكلك قطر اقسمك كيلوات في اكياس. اتنيل جاي في ايه؟ الست نرجس وامها الست بتعه كانوا واقفين قدام مسجد السيده زينب، يا مصيبتي. وفي حد عدى عليهم بعربيه او ايمانات الله
واتحركوا وراه. اتحركوا. وشكلهم بقى كده واقعين على دجال جديد. اللهم احفظنا. اللهم احفظنا. البت نرجس وامها هيشتغلوا في الاعمال السفليه، مش هيبطلوا. اللهم احفظنا. اللهم احفظنا. سرايا، هي سرايا الجعانه اللي سرقته. انت يا بنتي يا ضرة الشؤم. سرايا، سرايا يا حراميه يا جعانه. يا سرايا يا جعانه، افتحي يا سرايا، افتحي يا اختي مرات صبحي ترموستات. سرايا افتحي يا سرايا، يا سرايا افتحي يا حراميه، افتحي يا جعانه. خسارة. لما فتحتيش يا سرايا هلف انطلك من الشباك. قسما بالله يا سرايا لما فتحتي هكسر عليكي الباب. افتحي الباب. ايه يا ليلى؟ ايه؟ فين قلم الروج الاحمر مارون بتاعي اللي سرقتيه يا سرايا؟ سرقتيه؟ انت بتكلمي حراميه يا دلال؟ انا ما اقبلش. وبعدين يطلع ايه اللون الاحمر المارون ده؟ ها؟ ايه هو يعني؟ درجة اللون يا حبيبتي. اللي هي عامله ازاي يعني؟ اللي هي دي، تعالى اوريها لك يا اختي. اللي هي دي اللي على شفتك. هو ده؟ هو ده. انت يا بت اخلص منك ازاي؟ ده انا ونرجس بقينا خايفين حاسين ان احنا ماشيين في العتبه. ما ترحمينا بقى. ورحمه امي وابويا ما اعرف فين قلم الروج الاحمر المارون بتاعي كده ليه؟ ادي عيب ان الواحده تلبس حاجه واسعه. بنت يا دلال، انت يا سرايا، انتوا فين يا مصايب؟ ايوه يا حاجه. خد يا بت. ايوه يا خد حاجه. يا بت. يا دي الصدف، دي الحاجه لابسه عبايه احمر مارون يا دلال. ازيك يا دلال؟ بخير يا صفصف، ان شاء الله تسلمي. وانت عامله ايه يا جعانه يا خارج بيت الجوع؟ بخير يما. يا غيكاتك مو. يما يما، انا ما بخلفش جعانين، ومليون مره قلت لك بلاش يما دي، بتطلع منك زي السم، لما بسمعها منك بتعفرتني. بطليها يا بنت، بقالك كام يوم عماله تقوليها كده، في ايه؟ حاضر يا صفصف، مش هقولك يما دي تاني خالص. يا اختي عامله زي الميه السخنه كده لما تقطع في وسط الحموم والدنيا تلج. نهايته. انا عايزاكوا تفتحوا عينيكم. البت المقيحة نرجس هي وامها العرة شكلهم كده وقعوا على دجال جديد يا ستي. وشكلهم كده بيحضروا لحاجة كبيرة قوي، حاجة من اللهم احفظنا، عمل سفلية. يا ستي السوداء، يا ستي السوداء، يا ستي السوداء. عايزاكم تفتحوا عينيكم عليها كده. تاني، هدومكم تتدرى منها، ها؟ اي شعر في الفرشه يترمي في الكبانيه. اوعوا تسيبوا لها اي قطر، لا على فرشه ولا على سن مشط. تعملوا اكلكم بصنع ايديكم، وهي لو مدت ايدها في اي اكل يتحرم على بطنكم. حاضر. فاهمين؟ فاهمين. ولا انتوا فاهمين حاجه، وهتفضلوا اغبياء كده طول عمركم، كانتكم مصيبه. هنفهم. سوريا، عين سرايا. هي دي العين. مش فاهمه حاجه يا حاجه. اصل انا عندي سلسله عين فيها نني ازرق، اختفت يا اختي امبارح بعد ما خرجتي من عندي، ما شفتيهاش. يعني مرات ابنك حراميه يا حاجه، وانا هشوف فين السلسله العين ام نني ازرق بتاعتك. ادي عيب ان الواحده تلبس حاجه واسعه يا صفصف. ال4 مليون جنيه هوصلوا لك يا معلم، في رعاية الله. ما ذبحتش ليه يا سيد؟
لا، ما جعفر كلمني وقال لي هينزل هو يذبح. اهو نزل اهو. ازيك يا معلم جعفر؟ ازيك يا نادي؟ صباح الفل يا معلم جعفر. يا دول وافد كده ليه يا بقت ناصيه؟ همشي هو يا معلم. وافد الناحيه دي. حاضر يا معلم. ربنا ما يقطع عاده يا رجاله. كل ده اسامه عم بتوفى فلوس انا عايز. بص لي ورد عليا مين كسر كلامي؟ سيد. معلم سيد شوفه ويمشي. كلمة اخويا الكبير تمشي على اي حد. حتى انا كمان. ما كنتش عايز تديله فلوسه ليه يا جعفر؟ ولا يهمك خلاص يا اخويا. انا كان واجب عليا اقول لك. ما ذبحتش ليه لحد دلوقتي؟ مش انت كلمتني وقلت لي انك نازل تذبح؟ قسما بالله فاكرك في بيتك. هذبح اخويا الكبير واقف برضه، ده كلام. اتكل على الله. ربنا يعزك كده زي ما بتبر اهل بيتك. حبيبي انا عايز، تعالى عايزك. سمي الله واذبح يا سيد. اذبح انت بقى يا محمل يا جميل. فلوس اللي عند مجدي الجرحي حصلتوها؟ سيد قال لي ان مجدي الجرح كلمه وطلب منه مهله وهو وافق. اصطبحنا واصطبح الملك لله. الشيك بتاع البرجين حصلتوه؟ برضه لا. سيد قال لي نتقل عليه شويه. نتقل على الشيك ليه؟ حلة رز الشيك. أرض العبور خلصتوا فيها؟ سيد قال لي إنها وحشة وفي أرض أحلى منها في العاشر. سيد ما قالكش نقفل الشركة ونفتح ترابيزتين بنج في الشارع؟ إيه سيد قالهولك ما يخربش بيتنا أكتر من اللي أنت قلته ده، الحقني بيه عشان ألحق نفسي. والله لو أعرف يا جعفر ألحقك. يا كبارة العيلة يا أبو المفهومية، يا أبو مخ ألماظ. ما تشيلش هم اي حاجه يا جعفر طول ما سيد عايش يا قلب اخوك. انا اشيل هم وانت عايش؟ انا ظبطت كل حاجه. قلت للجزارين لحمه الناس لوحدها ولحمه البيت لوحدها. بالنسبه للحمه البيت بقى خليتهم يقسموها في اكياس. يقسموا لحمه بيوتنا في اكياس؟ ايوه. الفلتوهات على جنب والفخد على جنب. انا ما كنتش شايل هم حاجه في الدنيا يا سيد غير الفلتوهات والفخد. ربنا يطمن قلبك زي ما طمنت قلبي يا شيخ. روح يا شيخ، ربنا يحفظك ليا ويرشدك انك تقعد في البيت يا سيد معزز مكرم باشا، واحنا كلنا يطلع عين ابونا ونشتغلك. انما وانت معانا هيتقبض علينا كلنا يا سيد، والله العظيم. فلتوهات على جنب والفخد على جنب، ولحمه الراس مين اللي خدها؟ مش لو كان ابننا عايش كان زمان دنيتنا بقت أحلى يا جعفر. حكمة ربنا ونعم بالله. ما تسيبنا نخلف يا جعفر، ده العيال عزوة. منعك لينا مش هو اللي هيداوي جرح قلبك على فراق. ما تفتحيش موضوع انت عارفه نهايته ايه. عارفه ردي من زمان. انا مش عايز عيال في الدنيا. هسبقك على العربية.
سامحنا يا رب اني بوقفها 19 سنة قدام قبر ما فيهوش ابننا. سامحنا يا رب اني مفهمها اني لقيته مقتول ودفنته. ولا حتى ما اعرفش ان كان عايش ولا ميت. استحملت الكذب يا رب انا وامي عشان ما نوجعش سرايا. كذبة لو اللي حوالينا عرفوها مش هيغمض لهم جفن. بتنقلب واحد تاني يا كارم لما بتشوف حد من عيلة جعفر العمدة. انت ليه يا حاج محسسني ان اللي عدى من عمري ده كله انا عشته لوحدي؟ ما بتصدق تشوفني ساكت عشان تعصبني. مش هتمضي يا سيد، مش هتمضي. في الاخر جعفر بيجي بيستفني انا. هتمضي يا نعيم. اوه عيب بقى شكلنا قدام الناس يا سيد. عايز امضي يا نعيم يا اخي، في ايه؟ عاجبك كده ضحكت علينا حارمنا؟ تعال. ازيك يا صباح؟ صباح كنتوا فين؟ كنا عند الكوافير. راجعة احلى. شكلك قمر. فيا يا سيد؟ فيا يا عم؟ كده اختك بقى هتغير وتنكد عليا. تقعد تقول لي ما تقوليش كلام اللي بيقوله سيد لوداد. صحيح، مش الواد اللي في الكوافير يا اخويا عاكسني؟ يعني ايه عكس؟ والنعمة ما حصل. اختي وانا حافظها. ما تنطقي. الكوافير يا سيد قال بعد ما عمل لي شعري قال لي شكلك زي القمر يا ست وداد. انا هروح اطربق المحل على دماغ امه. اهدى يا سيد. اهدى بس يا اخويا، دي جمله بيقولها لكل الستات بعد ما بيخلص، حتى قال لي نفس الجمله بالظبط. ده واد غلبان يا سيد. غلبان نقلمني كله اللي قله الادب. انا هتصرف يا سيد، انا هروح ابهدلهولك. بعدين ما انت عارف ان وداد اختي يعني بتحب تكبر الدنيا، صح يا وداد؟ ما اعرفش يا نعيم. هتلاقي عيل عنده 16 17 سنه هتعمل دماغك بدماغ عيل صغير يا سيد. اهدى. ايوه هو عيل صغير كده بالظبط. صحيح. قبل ما تطلعوا انا قلت للواد الجزار يقسم حاجه الناس لوحدها وحاجه البيوت لوحدها. حاجه البيوت بقى خليته يشيل الفلتوهات على جنب والفخد على جنب. فلتوهات على جنب والفخد على جنب. ماشي يا سيد، يلا بينا يا وداد. سلام يا صباح. امضي بقى وحياه ابوك. وحياه ابوك امضي يا اخي. السلام عليكم. شفت؟ أول ما شافنا قفل على الخزنة عشان ما نشوفش إيه اللي جواها، الرزم اللي بيكومها كده. بس شفت ربنا عمل إيه؟ ما هو يا ابني ما حدش بياخد حاجة معاه، ده كفن ملوش سيالة. ألف سلام عليك يا خال، إزاي الصحة؟ ازيك يا جعفر حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. خطوة عزيزة وصيفة. كلامك مش معايا يا عب قرش يا عفن، كلامك مع جعفر. أنا جاي يا أم عشان طاعتك بس، مش هتكلم في موضوع بنتكلم في كل 3 شهور يا أم. العيط في الباطل نقصان عقل. اجيب لكم شاي يا معلم جعفر؟ امشي يا دغور يلا، شاي شاي يلا، امشي يلا امشي. اصل الشاي يا جعفر يا حبيبي والقهوه والسجاير كل دي مكيفات، مكيفات كلها وحشه.
وبعدين الواد الهواجي اللي هنا معفن حاجته كلها مش نظيفه. اعذرنا يا خالي، يعني واخد على المكافآت من خالي الخال والع. ادعي لي يا ابني ربنا يتوب عليا يا جعفر، ادعي لي ربنا يتوب عليا منها. اللهم امين. انا برضو استغربت لقيت الواد داخل فارد صدره وبيقول لي الشاي يا معلم جعفر، قلت خالي لا سمح الله بقى كريم على اخر الزمن. حقي فين يا عفنو؟ جعفر انا عايزه حقي من الراجل ده وتنسى خالص ان اخويا. اعمل ايه ياما؟ اعمل ايه على راجل ما بيدفعش تمن كوبايه الشاي؟ فين حقي؟ فين ارادي من ورث ابويا يا واكل حق اختك؟ تاني يا وصيفه يا اختي، انت ايه يا حبيبتي ما تزهقيش. ما قلت لك يا وصيفه. والله يا جعفر يا حبيبي محل العطاره ما بيدخل لي مليم احمر بيخسر. محل زي ده بيخسر؟ ماشي. ومصنع البن والمطحنه يا اخي الله يا رب يطحنك. والله يا اختي دول بالذات اللي بيدخل باليمين بيطلع بالشمال، مفيش حاجه بتفضل منهم خالص. بعدين فيها يا وصيفه كل يوم تيجي تنط هنا عايزه ورث ابويا ورث ابويا ورث ابويا. ما تبص لاخوك الغلبان، ما ربنا هو مديك ابنك عنده فلوس قد كده. خمسه وخماسه الله اكبر في عينك. ابني حبيبي مالكش دعوه بيه، انا عايزه حقي. ما تتكلم يا جعفر. اتكلم اقول ايه يا اما؟ اخوكي وخالي اضربه واقطع رحمي. اضربه واقطع عشان خاطر عيون نعيم جوز بنتك، عشان خاطر عيون وداد مرات ابنك، ما انت اللي كلكعتي اكتر ما هي متكلكعه يا اما. وبعدين انا عايز اقول لك القرش اللي يخرج من البخيل بيدخل بالخراب. انا ما ادهلكيش وقلت لك 1000 مره ربنا غنيك يا اما. حقي وعايزاه وهاخده. واذا كان يعني على الواد نعيم حبيب قلب عمته ربنا يخليهولي طالع لصفصف، لكن البت وداد يا اختي قبه طالعه. بص نفس السحنه يا اختي، نفس القطعيه يغروا ببعض. يا معفن ده انت ما جبتلهاش قشره جزر، ده جايبها لي كده بشنطه هدومها. طب وربنا ناس يا اما، وربنا يوم الصباحيه انا قلت جاي انقطها، خد الشنطه ومشي. فاكر يا خالي؟ كنت مسافر يا جعفر يا حبيبي وما عنديش شنطه غيرها. يا اختي مرارتي اوانسي هتتفقع. يلا يا حبيب قلب امك، احنا شتمناه بالفلوس بتاعتنا خلاص يا حبيبي، احنا خلصنا. يلا يا حبيبي يلا يا قلب امك يلا يا حبيبي. سلام خير. عفن وعفن. سلام يا حبيبي. عب القرش عب القرش. تعالى يا حبيب قلب امك. ايه يا معلم؟ يا جزمه شاي ايه يا جزمه؟ طبعا وانت بتدفع حاجه من جيب اهلك، ما كله مني انا. حد قال لك على شاي؟ مخصوم منك نص يوم. اللحمه يا ست سرايا. نتشت لي العكوه؟ وانتشها ليه يا ست سرايا؟ جبت لك عكوه عادي، ما العجول تحت على قفا من يشيل. مش حد يسمعك. تسلم يا مصطفى. عفوا. السلام عليكم. تعالى. ايه مصطفى ازيك يا سياد؟ ازيك؟ حاجة الست وصيفة. ماشي. عامله ايه مع الحاج؟ والله يا مصطفى لسه بحاول افهمها، بس هي الصراحه غريبه قوي. مش انت جيتي المنطقه تدوري على شغل وكنت متحمسه قوي؟ اهو نصيبك بقى. الحمد لله. يلا سلام عليكم. تسلم يا مصطفى. يلا شد. هات شدوا يا رجاله. اللحمه ست صباح. شكرا يا مصطفى، شكرا يا رجاله. ادخلي يا بنت ادخلي. تعالى. هات على طول كده. اللحمه ست ودات. ماشي يا اخويا هات. السلام عليكم. خد يا تعالى. راح فين؟ احنا مش هنطلع لحمه لشقه معلم جعفر؟ هي فين اللحمه دي يا ابن العبيطه؟ وبعدين هو المعلم متجوز 3 ومقعدهم كلهم في الشقه اللي تحت عشان احنا نيجي نطلع له اللحمه؟ يلا يا غشيم، المعلم اكله بيطلع له جاهز من شقه الحريق. طب هو ليه مش قاعد معاهم تحت في الشقه وقاعد لوحده فوق؟ هقول لك، المعلم ده دماغ كبيره قوي. يلا راجل برنس، ده عامل لهم جدول. يا ايمانات الله، الست اللي عليها الدور بتطلع له. ده في مره يوم 3 كان المعلم قاعد تحت. انت واد لتاتو بتحب اللت وهتضيع علينا وقتنا، وانا ما بحبش كده. يلا يابا عندنا شغل. يلا يا رجاله، يلا يا اخواتي.
النهارده ليلتي مع جعفرتي. ايه الوان قمصان النوم الحلوه اللي انت جايباها دي يا درجستي؟ اهو تتغندر وتمشي براحتها، اللي النهارده ليلتها يا عيني. تتغندر تتغندر ايه تتغندر ايه. انزلي تلقحي تحت، ما كانش له غم على جعفر وتيجي طلعك بالجزمه على الكنبه عشان مقيحه. وانتي يا سرية يا حبيبتي هتعملي ايه النهارده؟ هتباتي في اوضتك لوحدك ولا في حضن دلال؟ في حضن بطعم خيمر امك. اتلمي يا نرجس وتبطي بشفايفك الجديده دي بتاعت ميدان روكسي، بدل ما اقولك جعفر بيقول عليكي ايه. لا لا يا سرية، حرام اوعي تقولي لها، ما تستحملش دي تتقهر فيها، ده ممكن شفايفها الجديده تفرقع. بيقول عليا ايه؟ لا بلاش اقول، احسن تتنكدي والنهارده ليلتك. بس انا عارفه هو بيقول عليا ايه. ايه بيقول ايه؟ ما بيقولش عليا حاجه، بس انتوا متكادين مني ومتغاظين عشان النهارده ليلتي وعايزين تنكدوا عليا وانا مش هتنكد. تتغندر تتغندر ايه يا جعفرتي؟ هو انت هتشربي معسل يا ست الكل وانت بتاكلي؟ وانت مالك؟ انجري هاتيلي المبخره. ايه يا غبيه وانا بقول لك بخريني انزلي. سلامة النظر يا حاج وسيف، ده المعسل مش البخور. عارفه يا عوره عارفه. هو ريحه المعسل ده اللي بيفكرني بالمرحوم. انا ما كنتش بشرب معسل لغايه بعد ما مات. يا عبده لما كان يحط ايده على وشي كنت اشم ريحه المعسل. لما كان يحضني كده يطلع منه هبو معسل. حتى فرشته ريحتها كلها معسل. تعلمي الرومانسيه. الهدوم كنت انقعها بالاسبوع وال10 ايام واقعد ادعك فيهم الريحه ما تطلعش منها. حتى ولا بلاش. احسن. ريحه المعسل دي هي الحاجه الوحيده اللي بتخليني احس ان هو لسه حوالينا وشايفنا وحاسس بيا. الله يرحمك. امك يا سيد مخلصه لابوك اكتر ما ابوك كان مخلص المعسل. يا عبدو هتطلع الصورة مش هنخلص. هيطلع عنا دلوقتي الصورة. امي هتطلع صورة ابويا نحي. يا دين النبي، كان يوم اسود يوم ما اتصورت يابا. والله. ياما مش قدام الناس كده ياما، عيب. ابقى اختلي بالصوره لوحدك. احكي لكم بقى على عبده. والنبي اما قبل ما تحكي، عشان عارف مدام صوره طلعت وهتحكي فيها 30 يوم. ناولي الحمامه اللي قدامك دي واحكي براحتك. كده برضو يا جعفر؟ يا ست انا هجيلك بالليل اعمل لك كوبايتين شاي انا وانتي وتحكي لي براحتك. انا بحب حكاويكي على ابويا. ادخل انت دلوقتي يا عبده. خد يا حبيبي، خد بالهنا والشفا. بسم الله. امسكي. بالنسبه للورك اللي انت كمرتيه ده يا سرايا، والنعمة وقع في ايدي لوحده. ده انا والشفا. جعانه. ايه اللي عندنا يا نعيم؟ قول لي. عندنا التحكيم النهارده يا جعفر. ما انا مش فاهم النهارده. خلي المعلم سيد هو اللي يحكم. سيد على عيني وراسي طبعا، بس الناس بتوع النهارده قصدينك انت يا جعفر. ناس ما بتفهمش. وبعدين انا ما ارضاش ان اخويا الكبير يحكم في مشاكل عبيطه زي دي. الكبير للكبير.
احكم انا خلاص مفيش مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله. يلا يا نوال. خش يا نوال. خش. خير يا معلم. الحمد لله. ايه دول؟ مين اللي جابهم؟ انا ما عزمتكوش. انا يا حاجه اللي عزمته. هو انا يا بنت طايقاكي عشان تعزمي لي اختك وجوزها؟ جاي من عامر يا حاجه لطيفه. عامر من غيرك يا اخوي. ياما الضيف الله، ضيوفنا ياما مشرفين ومنورين. ايه اللي جابك يا صبحي؟ تقول لي يابا ابعت لك الاكل على البيت ولا تهزق نفسك وتهزقنا معاك، انت عارف امي. جاي من عامر يا حاج. كله بسببك يا جعفر. يا ما قلت لك البيوت بتعمر بالخلفه وبالعيال مش بالجوازات الكتير. يا مكتر جوازاتك يا خاسر عقلك. بكره تندم، بكره تتمنى الكراسي دي تكون فاضيه. يا ابني كتر الجواز ده يجيب الهم والغم والمرض والمشاكل. ما ابوك اهو اتجوزني 25 سنه ما اتجوزش عليا ورثت منه كل حاجه الا دي. ويا ريتك رحت اتجوزت لي جواز عادي، الا ما رحت اتجوزت لي البت المقيحه نرجس بنت بتعه بتاعت الاعمال السفليه. ولا الجعانه سوريا يا ابني دي بتحط 6 معالق سكر في الشاي، بتاخده استخسار بتسفه كده. جعانه ده جوع يا حبيبي. وبعدين هقول لك ايه، ما هي النماذج قدامك اهي. حاجه تعر. منوره نوال. كنت خليك في دلال بس حلوه، ولو ان عيلتها برضه معيوبه. اللي مات واللي اتسجن. واللي متنيلين على عينهم لسه عايشين، ولاد فتح الله. مالك يا حماده؟ ما تاكلش ليه؟ ايه يا ابن يوسف؟ اكل ما بقاش يعجبك ولا ايه؟ الصحبة هي اللي بتفتح النفس على الأكل يا شريفة. زمان أيام راحة البال كنا بنقوم من على الترابيزة والأطباق فاضية والضحكة مالية البيت، لكن دلوقتي الواحد لو قفش نفسه بيضحك، ضميره بيأنبه. وبعدين هضحك إزاي ويوسف ميت وشوقي في السجن ودلال؟ قلت لك يا حاج قبل كده انا ما بحب سيره البت دي تيجي في البيت نهائي. البت دي اللي بتتكلم عليها مهما عملت في الاخر هي بنتي. لا يا حاج، اسمها البت دي اللي اترمت في حضن اللي قتل اخوها وسجن لها التاني. بعد اذنك يا حاج. عاجبك كده؟ اديك نكدت على الواد. ما قلنا بلاش السيره الزفت دي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشهر صدر رسول الله. مرحبا يا أبو. اتفضلوا يا رجاله. شايف يا عبده؟ شايف جعفر مالي مكانك ازاي؟ نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. شبهك بالملي. ونفتح جلستنا فتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم.
ارجع اقول ان احنا بنحكم بين اهل منطقتنا بحكم المحبه والجيره. حاجه ورثتها من ابويا الله يرحمه وابويا ورثها من جدي. طب البلد فيها قانون، لا سمح الله السيده زينب مش دوله جوه الدوله. احترم قانون بلدنا على راسنا، بس دي حاجه اتعودنا عليها. بنحل بالمعروف وبالاصول، كلنا متربيين على طبليه ابونا، من اصغر واحد لاكبر واحد في السيده زينب يفهم في الاصول ويعرف يقعد القعده اللي انا قاعدها دي. وانا طول عمري اقول اللي ما يرتضيش بحكمي المحاكم والاقسام مفتوحه وعلى راسنا، وان جيتوا للحق هو ده الصح. سم الله وابدا انا عيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الاول الحاج راجح والحاج عبد الدايم غنيم. اتفضل يا حاج راجح. فلوس الحاج راجح ترجع وعليهم 20,000 جنيه غرامة تأخير. حرام يا معلم كتير. حاج عبدايم عمر يا معلم. قدامك 3 أيام. هو ايه اللي بيحصل بعد ال3 أيام دول؟ عمر ما حد بيوصل لهم اساسا. خلاص يا معلم، اللي تشوفه انا اتقدم بال20,000 جنيه. حب على دماغ الحاج راجح. تشكر يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. شرفت ونورت. الموضوع التاني الحاج حسين والاسطى لمعي. تعالى يا حاج حسين. اتفضل يا حاج حسين. اقعد يا لمعي. ألف بركة على رجوع سماح بنتك. كانت مختفية فين ورجعت امتى؟ انت عارف يا معلم، بقالنا سنة وشوية وسماح مش معانا، بس هي رجعت واتاريها كانت متجوزة الاسطى لمعي. يا نصيبتي السودة، ماشي يا لمعي. ولا كلمة يا راوية، في رجالة قاعدة. حاضر يا معلم جعفر. كان متجوزها ومقعدها في بيت في المقطم، وكان كاتب عليها عرفي عشان مراته ما تعرفش. وفجأة واحنا قاعدين امبارح لقيتها داخلة علينا والواد ده على ايديها، وقالت ان هو خد منها الورقة وقطعها وقال لها انا ما اعرفكيش ولا اعرف ابنك. والله ما حصل يا معلم جعفر، البنت دي كدابه وبترمي عليها بلاها. بترمي عليها بلاها يا راويه. والله يا معلم هو اللي كداب. اقعد اقعد يا لمعي اقعد. كملها يا سماح. احنا كنا متجوزين في بيته اللي في المقطم اللي بيربي فيه كلاب. كان بيقعد يتحايل عليا كتير قوي اروح معاه. خدني في الاول كده كم مره، بس انا قلت له لا انا مش هعمل حاجه تغضب ربنا. قال لي خلاص نتجوز وده يبقى بيتك. واتجوزنا عرفي. كان بيسيبني بالشهر وشي في وش الكلاب، معرفش اعمل حاجه. انا كنت صابره وبستحمل واقول يا بت عادي، المهم انه بيحبك. واول ما خلفت سرق الورق وقال لي انا لا اتجوزتك ولا خلفت منك. لو كلامك صدق وعشت وسط الكلاب يبقى ده مقامك. مقام اللي تتجوز من ورا اهلها. يقولك على اللي قالته ده لمعي. عيب يا معلم جعفر، انا زي ما قلت لك كده البنت دي كدابه وبترمي عليها بلاها. نعيم. يا معلم. تاخد سماح وتطلع على بيت لمعي اللي بيربي فيه كلاب في المقطم. يا بتقول انك كانت عايشه وسط الكلاب، ده الكلاب تعرفها تدخل بيها. لو الكلاب هوهوت عليها يعني سماح كدابه، سيبها له وده عقابها. لو الكلاب خدوها بالاحضان ولحسوا في رجليها وحسيت انها تعرفهم هاتها لي وتعالى. يعني اللي هيفرق واللي هيحدد مين الصادق والكذاب بين لمعي وسماح كلاب لمعي. تمام يا معلم. اتكل على الله. يلا يا سماح. استنى يا معلم نعيم. انا الشيطان غواني يا معلم جعفر. ده انت سنتك سودا وحرفها ازرق. راوية حسابك انت وجوزك فوق في البيت مش انا. لما تطلع لي يا لمعي انا هتتجوز على البت دي. انا طلعولك بايدي لحد عندي. حاضر يا معلم جعفر. يا حاج عبد العزيز يا مأذون،
ايوه يا معلم جعفر. بستأذنك يا مولانا، هتعقد وتطلق في نفس الوقت. حاضر يا معلم. هتعمل 50,000 مؤخر و8000 نفقة. حاضر يا معلم. كلام الأهل السيدة زينب كلهم. سماح بنتنا وبنت منطقتنا واختنا، واحنا نستر ما نفضحش. أي حد هيلسن ولا هيلقح زي النسوان حسابه معانا. انت غلطت يا سماح، ما غلطتيش في حق ابوكي بس، لا غلطت في حق نفسك، في حق الواد اللي انت شايلاه ده. عقابك لحد ما تخلصي رضاعه ما تعديش من باب البيت، ما تشوفيش عتبه البيت، وانت المسؤول قدامي. حاضر. الله مع المأذون، اتكلوا على الله. انا هوريك يا لمع الكلب. راويه. قالوا دق عليا الباب، اتبسمت انا زي العاده وقلت يا باب كداب. يا ليلة ما جاني الغال ودق عليا الباب، اتبسمت انا زي العاده وقلت يا باب كداب. اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيب افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. خلاص سقفوا. بالراحة يا اختي عليا، بالراحة يا اختي، نفسي مكروش. يا قطيع ده قطع الرأس وسنينه. مش قادرة يا بنت، مش قادرة. ايه النور ده؟ ايه الحلاوة ده؟ منور يا معلم المعلمين كلهم. اهلا اهلا. يا بنورك بنورك يا هزة الفن الجميل. حلوة. ربنا يديك الصحة يا عزيزة وتمتعي جماهير. ربنا يكبر بخاطرك يا عمدة ويخليك ليا. ألا ليت الزمان يعود يوما أخبره من هي عزيزة الطارق. أنت واقفة بتعملي إيه؟ امشي يا بنت، امشي يا أختي. شوفوا تتسمر. شكلك بيقول كده الليلة ليلة نرجس. الله يخرب بيت مطنك يا عزيزة. حافظين أكتر من نفسي. طبعا شقيق. ليلة نرجس. ده محتاج أشرب 200 حجر عشان أستوعب الفرهدة اللي بتفرضها. أهلا أهلا أهلا. حبيبي. ازيك يا لمي؟ عاملة إيه؟ الله أكبر، كبرت بقت عروسة. حبيبتي حبيبتي يا قمر، حبيبتي الحمد لله على سلامتك. حبيب قلبي. إيه الواد ده؟ ده سيف. قليل الذوق وما ترباش. ده داخل مكان فيه حريم ورجالة، تسلم على رجالة قبل الحريم. وانا مش قلت مساء الخير وانا داخل؟ حقك عليا، ما تزعلش مني. اعمل ايه عشان اصالحك؟ حب على راسك؟ حب على راسي؟ تصدق ان انت ما تربيتش وابوك ما علمكش الاصول. انت بتتكلم معايا كده ليه يا جدع انت؟ مين ده يا لمي؟ يلا يلا على جوه يا سيف. خدي يا لمي على جوه. يلا يا سيف. ابوس ايدك، خش يا سيف. خديه. يلا يا سيف. اجري. يلا معلش يا سيف. حقك عليا، ده ما يعرفكش. حقك عليا يا اخويا على راسي، حقك عليا. مين الواد ده؟ ده سيف صاحب البت لميا، ده واد طيب قوي وجميل. ما حبيتوش. الشيشة يا نانسي. مش هسلفكم. طب ليه كده يا معلم جعفر؟ ورقكم ما عجبنيش، مفيش ضمانات كفايه. يا معلم جعفر انت مش بنك، انت تاجر بيسلف بالفايز. بلاش بقى تقعد تقلب في الورق يمين شمال وتتنك وتقول لنا مش هسلفكم، ورقكم مش عاجبني. عيب. انت اللي ليك ان فلوسك ترجع في ميعادها وعليها الفوايد وانت المستفيد، الا بقى اذا كنت عايز تطير المصلحه دي من ايدك. هعدل 3. لقيت واحد فيكم انتوا الاتنين لسه قاعد، قسما بالله لا رله علقه ما كلهاش حمار في مطلع كوبري. 1 ايه ده؟ 2 3. دي ميزه انك تسلف يا جعفر، بتخليك تتنك على اشكال اللي زي دي.
الصنف ده انا عارفه، ماشي بمثل اديني حسنه وانا سيدك، قرع ونزهي. وارزق اللي بترزق. الترابيزه محجوزه هنا. هو مش حضرتك الأستاذ جعفر العمدة؟ وأعوذ بالله من كلمة أنا. جعفر العمدة. أنا عايدة. كان في ناس قالوا لي إن حضرتك بتسلف فلوس، صح؟ أحب أساعد الناس عشان ربنا يساعدني ويقف جنبي. فوايدي حنينة، حنة من البنوك. أنا بابي عاصم جلال فودة. عاصم جلال فولة؟ ده مذيع؟ لا مش فولة، فودة. فودة؟ شغال إيه يا أبوكي؟ ده رجل أعمال. تسمع عنه أنا عيب؟ ولا عمري. ماله خير في إيه؟ حضرتك أنا بابايا في السجن بسبب إن هو أخد قروض من البنوك وحجزوا على كل أملاكه، وأنا جاية عشان أستلف من حضرتك 40 مليون جنيه عشان أقدر أخرجه من السجن. حول ولا قوة إلا بالله. طبعا محترم بر بابوكي وبفك سجنه ويطمن قلبك عليه، بس عدم المؤاخذة أنا اديتك ال 40 مليون، طلع من السجن وبلينا له الشربات، فلوسي هترجع لي بقى تاني ازاي؟ لا حضرتك أنا بابي شاطر جدا، أول ما يخرج إن شاء الله هيسدد لك كل الفلوس اللي أنا هاخدها منك. بابي شاطر؟ طب ما هو شاطر اتسجن ليه؟ أحب أقول لك إن بابي بليد، متزعليش من كلامي، كلمة الحق بتزعل. الشارع علمنا كده، السوق علمنا كده. أنا راجل عمري ما سلفت واحدة ست، لأن فلوسي ببقى رابطها في أستك. يا شد الأستك فلوسي ترجع لي، يا سيب الأستك يلسع اللي معاه الفلوس اللي ما رجعهاش في الميعاد اللي أنا محدده. وأنت مش حمل لسعة الأستك، وإن الأستك يتمنى. طيب ميرسي قوي عن إذنك. استنى يا صاروخ، استنى يا عايدة، استنى يا شيخ، انت قفوشه كده ليه؟ عقود الكلام اخده وعطا. انا موافق بجد؟ بشرط. قول أي شرط وأنا أنفذه لك. نتجوز. إيه؟ أنت اتجننت؟ أنا أتجوزك أنت؟ انت جاي تستلف منه عشان تطلع ابوكي من السجن، انت بتقولي؟ ولعلمك لما نتجوز هتعيشي معايا في السيده زينب. عايده فستانك حلو. يا جعفر، مين دي؟ قالت لك عايده. عايده ايه بس؟ بقول لك ايه، انا حاسس ان البت دي مزقوقه عليك. صح، انا ايه؟ في حد زيها عليا وانا